قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه ديال متمدرس باش ديما يوصلكم جديد اخبار التعليم. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. كنتمنى جميع المتابعين يكونوا بصحه جيده وعلى احسن الاحوال. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنشوفوا فيه واحد الخبر جديد من وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. ولكن قبل ما ندخلوا في تفاصيل الفيديو ما تنساش تعطينا لايك للفيديو كتشجيع علينا باش نستمروا في نشر كل جديد اخبار التعليم. اذا ندخلوا في التفاصيل، فوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه كتعطي الانطلاقه ديال تنظيم قافله التعبئه المجتمعيه اللي غادي تستمر هذا الشهر ديال اكتوبر كاملا حتى لشهر نوفمبر او نصف شهر نوفمبر ان شاء الله اللي هو شهر 11. فاللي ما عرفش هذه القافله هذه هي واحد العمليه اللي كديرها وزاره التربيه الوطنيه كل سنه باش يعني تحد من الهدر المدرسه، يعني التلاميذ اللي منقاطعين عن الدراسه باش يعني يرجعوا للدراسه. في يعني مجموعه من المسؤولين من وزاره التربيه الوطنيه وايضا من السلطات كيديروا هذه القافله هذه كما قلت لكم باش يعني يحثوا الاسر والاباء ويهضروا معاهم كذلك الامهات باش يعرفوا الاسباب علاش هاد الوليدات ديالهم ما تيقراوش وهما في سن التمدرس، وانهم يحاولوا يردوهم للدراسه ويشوفوا يعني معاهم ويحلوا معاهم المشاكل اللي كيعانيوا منها اللي خلاتهم انهم يخرجوا من الدراسه. فهذا الشيء اللي كاين اصدقائي التلاميذ هذا هو الجديد ديال اليوم. حاولوا تبارطاجيو الفيديو باش كلشي يستافد. تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.